السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض خلطة محشي الكرنب. وادي كرنباية اهي. دي كرنباية وسط، انا جبتها سلقتها وقطعتها بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. طيب، واحنا بنسلقها وانتي بتسلقيها تحطي معلقة كمون عشان الكرنب وعشان الغازات. فطبعا معلقة الكمون دي بتخلي مفيش اصلا ريحة خالص للكرنبة نفسها وانتي بتسلقيها، بتبقى ريحتها حلوة. تمام كده. طيب، انا جهزت الورق اهو قطعته. يلا بينا نعمل الخلطه. ادي اهو انا حضرت معلقه سمنه كبيره وسيحتها بالشكل ده. هنزل بيها على بصلايه كبيره او بصلتين صغيرين زي ما تحبي. طبعا انا مجهزه عندي، شايفين ان هو متجمد ازاي. انا بقطع البصل وبشيله في الفريزر، ببقى مجهزاه. دلوقتي هتفك معايا وبعدين نحط التوابل بتاعتنا. ادي اهو بعد ما فكت البصل اهي، شايفين مقام ببصلتين. انا بجهزها عشان ايه ما تاخدش معايا وقت. وهنزل بفص مرقه الدجاج ده بعد ما دهسته. وهننزل نقلب الاول. تمام كده. طبعا فص المرقه هيدي طعم حلو قوي. وبعد ما قلبت كده ننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. ادي معلقة صغيرة من البهارات دي. المعلقة دي عبارة عن ايه؟ دي كمون، زعتر، شطة، بتاع ده بصل بودر وتوم بودر. انا بعملها في البيت عندي. وكمان فيها كزبرة ناشفة المطحونة. طبعا كل الحاجات دي بتدي طعم فظيع. دي بتفيدني في كل الاكل بتاعي. تمام كده. المعلقة دي اللي بتظبط الاكل جدا. طيب، وفي معلقة كمان صغيرة تاني هنحطها، عبارة عن ملح بشطة بكمون. تمام كده. دي كمان. وهننزل بالملح بس مش دلوقتي، هنحط برضو ملح. تمام كده. طيب، نقلب كويس لحد ما تدبل معانا كويس. ادي اهي بعد ما دخلت في الحمار معايا بالشكل ده، شايفين ان هو يا ريت تكون واضحة اهي، احمرت معايا. طيب، ننزل بقى بالطماطم اللي احنا مجهزينها. دول 5 طماطميات. تمام كده، احنا ضاربينهم ومجهزينهم. طيب، اتوصي شويه بالطماطم في المحشي الكرنب، بتعمل معاكي طعم ولون كده في المحشي بيبقى فظيع. هسيبها بقى تتسبك كويس قوي. لما بتتسبك كويس قوي بتطلع الخلطه مظبوطه. وادي اهو جهزنا معلقه الملح ننزل بيها معلقه صغيره، ولو هتحتاجي تاني عادي زودي زي ما انت عايزه. ودي نبدا نقلبها وبعدين بقى نغطيها، نسيبها تتسبك كويس قوي. يلا بينا. ادي اهو بعد ما اتسبكت قوي، شايفين اللي هو لازم تبقى معايا ما فيهاش ميه كده، اللي هي تقيله. مش اللي هو يعني الميه قليله خالص ما فيهاش. شايفين عشان ما تنزلش معايا على الرز، وهتبقى الصلصه هتنزل منه. فكده احسن. تمام كده. يلا بينا نحطها على الرز. ادي اهي انا حطيتها على الرز، شايفين الصلصة، وهقلبها كويس. وبعدين انا مجهزة الخضرة ومقطعاها. ومجهزة دي بقى، دي طماطمايه مقشراها ومقطعاها صغير كده زي ما انتوا شايفين، اللي هو صغننة خالص كده. وهحطها برضو على الخلطة. يلا بينا. ادي اهو بعد ما حطينا الخلطه كلها على بعض، حطينا على فكره دول 3 كوبايات رز، انا غسلاهم كويس قوي ومصفياهم كويس جدا. وبعدين حطيت عليهم الصلصه اللي احنا عملناها. وبعدين حطينا الخضره، حزمه بقدونس، حزمه كزبره، حزمه شبت. ودي الطماطمايه اللي احنا مقطعينها، بس لازم تقشريها عشان القشر ما يبقاش بعد ما يستوي هتلاقيه اللي هو ظاهر في الاكل، فكده هيبقى احسن طبعا كتير. وادي كمان انا حضرت معلقه كزبره ناشفه، هحطها على الخلطه كده. ولو عندك نعناع ناشف هيبقى حلو قوي، ممكن تفركيه، بس تفركيه كويس قوي وتحطيه على الخلطه في الاخر، هيدي طعم فظيع. وادي اهو احنا دلوقتي مجهزين الورق وجهزنا الخلطه وجهزنا الحله اللي احنا عملنا فيها، نضفناها وحطينا فيها معلقه صغيره زيت في القعر، وهنبدا نحشي. ويلا بينا نرجع لكم بعد ما نحشي. ادي اهو بعد ما حشينا المحشي، شايفين اللي هو يدوبك جه على قد المحشي بالظبط.
يبقى احنا كده لو انتي بقى عايزاه يبقى حراق ممكن تضربي قرن فلفل مع الطماطم بتاعتك، بس احنا عشان ما بنحبوش حراق انا حطيت القرن الفلفل ده هسويه معاه. كده فاضل ان احنا نجهز الشوربه بتاعتنا اللي هنسي بيها، ودي مهمه جدا، يلا بينا نجهزها. ادي الشوربه اهي انا غليتها. طبعا الشوربه لازم تكون طعمها كويس قوي وحلوه ومتحققه كويس قوي. وجهزت طماطمايه ضربتها تمام كده. ادي الطماطمايه وهنزل بيها في الشوربه كده عشان المحشي بتاعي يكون اللي هو احمر ويكون طعمه حلو قوي ومظبوط مية مية. ادي انا حطيت طماطمايه في الشوربه هديها غلوه وبعدين اسقي بيها المحشي. يلا بينا. ادي اهو انا سقيته اهو زي ما انتوا شايفين. بعد طبعا ما الشوربه بتاعتي غليت، شايفين ان انت تسقيه مش تغطيه بالشوربه، لا نص الصباع الاخير ده نصه اهو، يعني نص الصباع الاخير ده يبقى اخره كده الشوربه. نحطه بقى على النار ولازم تغطيه كويس قوي يعني تكمريه، وهنشوف مع بعض بعد ما يستوي. ادي اهو بعد ما اتشرب واستوى، شايفين طبعا الريحه قلبة الدنيا، حاجه يعني ما شاء الله الله اكبر تفتح النفس. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبالف هنا ان شاء الله.